عايزة أقول لِك كنت باعملها زيِّك بالضبط، لحد بقى ما جرّبت الفكرة الفظيعة دي، هنحمّر الكنافة في الطاسة بدون فرن، حاجة كده هتخلص معاكِ في دقايق. يالّا بينا بقى نشوف عملناها إزاي، بس يا ريت في الأول ما تبخلوش علينا باللايك. في الأول خالص كده هنجهّز الكريمة أو القشطة الكدابة، فبنجيب حلة نحط فيها كوبايتين ونُص من الحليب، هنضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر، 4 معالق كبار من النشا، وهنخلط بقى المكونات في الأول كده على البارد، وبعد كده بقى بناخد الحلة دي نرفعها على النار بتكون أقل من وسط، وهنفضل نقلب باستمرار لحد ما الكريمة تبدأ تتقل معانا وتبدأ تعمل زي فقاقيع كده، بيبقى ده هو القوام اللي احنا عايزينه اللي هو القوام الكريمي. وأول بقى زي ما انتم شايفين كده لما الكريمة تعمل الفقاقيع دي هنضيف نص كيس من الفانيليا وهنديها كده تقليبة، وكده خلاص الكريمة أو القشطة الكدابة بقت جاهزة معانا. هناخدها ونحطها في طبق ونركنها على جنب لحد ما بنجهز الخطوة التانية. الخطوة التانية ان انا معايا نص كيلو من الكنافة، وطبعا مش هستخدمه كله، انا ممكن استخدم بس حوالي ربع كيلو. هنغطي عليها علشان ما تنشفش معانا. بنجيب كده قطعة من الكنافة بأي حجم انت عايزاه، هنبدأ بس نسويها بين ايدينا ونحط عليها كده معلقة كبيرة من القشطة، ونبدأ كده نقفلها من على الأطراف، وبعد كده بنلفها على شكل رول وبنضغط عليها واحنا بنقفلها. وبعد كده بقى بالمقص هنبدأ نقطعها، وهنجيب شوية مية يا دوبك بس بنسوي بيهم الكنافة علشان الكنافة بتبقى ايه زي ما تكون هشة كده. تمام، خلاص تعالوا كده برضو نجربها تاني. بنجيب كده القطعة الباقية اللي قدامنا دي ونبدأ بس نسويها بإيدينا، وبعد كده هنحط عليها معلقة كبيرة من القشطة، وهنبدأ نقفلها ونبرمها على شكل أو نلفها على شكل رول، وبنضغط عليها كده بضغطة خفيفة كده ايه بشوية من المية، وما تكتروش المية علشان الكنافة ما تعجنش مننا. تعالوا برضو أعمل معاكم كمان مرة. طبعا بنجيب كده قطعة من الكنافة ونبدأ نحط عليها معلقة كبيرة من الكريمة، ونبدأ نقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه، وبنكمل بقى الخطوات. وكنت بس طالبة منكم حاجة، ان احنا بس يا ريت يعني لو ندعم الفيديو بلايك او تعليق منكم، علشان بس الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين، طبعا ده فضلا وليس أمرا. خلاص كده بعد ما خلصت بقى كمية الكنافة، وطبعا عايزة اقول لكم ان انا قبل ما ببدأ في تجهيز الكنافة كنت مجهزة شربات الكنافة، اللي هو الشربات التقيل، عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية من المية، ضفت عليهم كمان معلقة كبيرة من العسل الأبيض، وكمان كده نقطتين من عصير الليمون. هناخد بقى الشربات ده نرفعه على النار، ممنوع ان احنا نقلب خالص بمعلقة، وهنسيبه يغلي معانا 5 دقايق بالظبط. بعد حوالي 5 دقايق بنديله كده رشة صغيرة من الفانيليا، وهنحطه بقى في طبق واسع ونركنه على جنب لحد ما يكون بارد جدا معانا. ويلا بينا كده بقى علشان نسوي الكنافة. بنجيب طبعا الكنافة ونبدأ نسويها في طاسة. طبعا بحاول ان انا احط فيها يعني كمية يعني على قد الطاسه بالظبط. تمام، وبعد كده بقى جبت حوالي 3 معالق كبار من السمنه، والسمنه اللي استخدمتها هنا هي السمنه البلدي. بدات كده اوزعها جنب الكنافه بالشكل ده. طبعا النار هاديه جدا، بسيب السمنه لحد ما تبدا تدوب معانا. اهم حاجه السمنه اول لما تبدا تدوب معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبدأ بقى نجيب طبق. طبعا الطبق ده بيستحمل الحرارة معانا. هنبدأ بس ناخد الطبق ونبدأ نضغط على الكنافة. الغرض من الطبق هنا ان هو بيضغط معانا على الكنافة، فبيخليها تاخد لون ذهبي جميل. طبعا على نار هادية، بسيب الكنافة لحد ما تبدأ تاخد لون من تحت. على طول بشيل الطبق وابدأ اقلبها على الناحية التانية، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله يا جماعة ما بتاخدش وقت خالص. اول لما تاخد اللون الذهبي ده على طول بنقلبها على الناحية التانية زي ما انتم شايفين معانا كده. وطبعا هنا لازم اكد عليكم تاني ان لازم النار تكون هادية جدا. وبعد كده ضفت كمان حوالي معلقة كبيرة او معلقتين كبار من السمنة البلدي، وعايزة اقول لكم كمية السمنة اللي انا استخدمتها هنا حوالي يعني ايه ربع كوباية او اكتر يعني شوية. وطبعا زي ما انتم شايفين برجع تاني اغطي على الكنافة لحد ما تاخد لون ذهبي على الناحية التانية. وطبعا هنا الكنافة لازم اخليها تاخد لون على الاربع جهات اللي هم بيبقوا عليها، يعني بعد ما اخدت لون من فوق قلبناها على الناحيه التانية، وبعد كده ايه بنخليها تاخد لون على جميع الاتجاهات. اهم حاجه لازم نقلب الكنافه كل شويه علشان بس نضمن ان هي تكون في الاخر مقرمشه معانا وكمان مستويه جدا جدا جدا. بعد شويه صغيرين خلاص الكنافه كده بقت جاهزه معايا، شايفين ما شاء الله اخدت اللون الذهبي الجميل. طب حد يقول لي ينفع يا موليلي ناخدها كده ونحطها في الفرن بدل ما نعملها في الطاسه؟ طبعا ينفع، بس عايزه اقول لك ان انت لما تسويها في الطاسه افضل بكتير من الفرن، بتضمني ان هي حتى على الطاسه اللي انت يعني ايه تكون واخده اللون الجميل اللي انت شايفاه. وده طبعا اللون ده صعب ان انت تاخديه من الفرن. طبعا الكنافه لازم تكون سخنه جدا بعد ما بنطلعها من الطاسه وبنحطها في الشربات، والشربات لازم يكون بارد. طبعا بقى
الوقت اللي أنتِ عايزة تسيبي فيه الكنافة في الشربات ده طبعًا على حسب رغبتِك. أنا يا دوبك باحط الكنافة في الشربات وأبدأ أقلبها على الناحية التانية وأخرّجها على طول، ما باسيبهاش وقت طويل في الشربات علشان ما تبقاش مسكّرة أوي معايا. طبعًا باخدها كده وبرضه أحطها تاني على مصفى علشان تصفّي أي شربات زيادة موجود فيها. ما شاء الله يا جماعة طبعًا شايفين شكلها عامل إزاي، تحفة. عايزة أقول لِك بقى طريقة سهلة وسريعة وبتغيّري فيها عن مفهومِك في عمل الكنافة. تعالوا بس كده نحطها في طبق التقديم، وطبعًا تقدري تزينيها بأي مكسرات موجودة عندِك. أظن اللون ده بقى صعب إن أنتِ تطلّعيه من الفرن. طبعًا كمان الضغطة بتاعة الطبق بيخلّي الكنافة تاخد اللون الجميل ده. تعالوا بقى كده نفتح على الكنافة ونشوف شكل القشطة فيها عامل إزاي. القشطة فيها يا جماعة دايبة. أنا عايزة بجد أسألكم برأيكم يعني الوصفة دي بجد تستحق كام على 10؟ سيبوا لي تحت آرائكم في الكومنتات، ويا ريت طبعًا لو عجبتكم الوصفة يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ويالّا قدّموها بألف هنا وشفا وربنا يحسن ما بين إيديكم.